السلام عليكم شباب، شكرا شو سويتكم مقتصدين ماينكرافت. كيف ترسبين افضل 5 مجسمات ماينكرافت. هي يعني مو افضل 5 مجسمات، بس انه راح اسمي المقطع زي كده، يعني مو افضل شيء في ماينكرافت كله. فهمتوا كيف؟ اوكي. طبعا قبل ما نبدا الشرح ونبدا نشوف هذه المجسمات، راح اقول لكم انه هذا الشيء مجرد مجسمات، ما يمديها تتحرك ولا اي شيء، بس انه يمدي يعني شكل بس تحطه في بيتك او الكوستم ماب حقك لو سويته. وبس في الحين خلينا ننتقل لهذه المجسمات. اوكي، طبعا قبل ما نبدأ نوريكم هذه المجسمات، راح تلاقون رابط، يعني كل مجسم عنده الرابط الخاص حقه، لانه الكومنت حقه مرة طويل. لهذا السبب راح تلاقون كل مجسم والرابط حقه، يعني راح تلاقوا 5 مجسمات 5 روابط، وكل رابط فيه كومنت واحد، والكومنت واحد مخصص مجسم واحد. اوكي، والحين خلينا نوريكم المجسم الاول. خلينا انزل الحين. هذا المجسم الاول احط، لا سوي كده، لا كده، والحين دوس هذا البوتن كده، وراح يطلع معانا السيت اب. مثل ما تشوفون الحين هذا هي السيت اب او شيء زي كده، يعني الكمبيوتر كده. هذا هو الكرسي، طبعا ما يمديك تجلس عليه ولا اي شيء، يعني مجرد شكل. يمديك تحطها في بيتك وتخليها يعني شيء مرة اسطوري. وهذا هو المايك، يعني لو ما تسجل مقاطع. هذا هو المايك، وهذا ماوس، وهذا الكيبورد، وهذا الجهاز، يعني جهاز الكمبيوتر، وهذه الشاشة. وبس الحين خلينا ننتقل للكومنت الثاني. اوكي، المجسم الثاني خلينا الحين هذا الكومنت بلوك حقه خلينا نشغله ونسوي كده ونشغل كومنت بلوك. راح يطلع معنا هذا الروبوت. هذا الروبوت مجرد مجسم، ما يمدي يسوي اي شيء ولا اي شيء. يمديك تحطه في الكوستم ماب حقك او شيء زي كده، يعني اقتراح بسيط تحطه في الكوستم ماب. لو سويت كوستم ماب مثل هذا الزعيم يقول لك شو راح تسوي بالضبط او شيء زي كده، يعني مرة اسطوري. او انه تحطه حارس للمختبر لو عندك مختبر في عالمك، او انه تحطه حارس، المهم شيء زي كده، يعني ما يمدي يتحرك ولا اي شيء، مجرد شكل. طبعا بدون اي ريسورس باك، ما راح تركب اي ريسورس باك، بس تنسخ الاوامر اللي تحت في الديسكريبشن وتلصقها هنا، يعني ما تحتاج ريسورس باك ولا اي شيء. اوكي، والحين خلينا ننتقل للكوماند الثالث. هذا هو الكوماند الثالث. نسوي كده وندوس هذا الباب. اوكي، راح يترجم معنا هذا الشيء، وهذا الشيء سرير، يعني طبعا ما يمديك تنام فيه، تقدر تحطه في بيتك وكده. طبعا هذه الوسادة مرة اسطورية، شوفوا كيف. ما يمديك تنام فيه للأسف الشديد، أو يمديك تناقص عليه زي كده. أوكي، خلينا ننتقل الحين للكوماند الرابع. يب، هذا هو الكوماند الرابع. خلينا نجيب هذا البتن نحطه هنا، نحطه هنا. أوكي، نشغل. أوكي، هذا عبارة عن طباخ للمطبخ. لو عندك يعني مطبخ، تحط هذا الفرن وكده، يعني هذا فرن، وهذا الشيء اللي يطبخوا عليه، وهذا الشيء اللي يطلع دخان يعني لفوق كده. وبس، يعني هذه هي. وهذا الشيء مجرد كاربت مقلوب. يعني كل هذه الاشياء عبارة عن ارمور ستاند. راح اوريكم جيم مود 3. اشياء عبارة عن ارمور ستاند. مثلا هذا الشيء السيت اب عبارة عن ارمور ستاند. هذا الارمور ستاند في راسه كاربت وراسه كده ما ادري كيف، يعني مقلوب او شيء زي كده. يعني كله عبارة عن ارمور ستاند. وهذا كمان عبارة عن ارمور ستاند وفيلجر. هذا فيلجر، يعني لو اخذت سيف وضربت هنا راح يعني تقتل هذا الفيلجر وتطيح من البلوكة. راح ادخل الحين لجسم الفيلجر. يب، دخلت لجسم الفيلجر. اوكي، وهذا كمان يعني ارمور ستاند، بس انه الارمور ستاند مو ظاهرة كتير، يعني هي تحت هذا الفيلجر وكده. وهذه الارمور ستاند، هذه الارمور ستاند، وهذه كمان الارمور ستاند. اوكي، خلينا الحين نحول جيم مود 1. انتقل للامر اللي بعده. هذا هو الامر. نجي هنا ونشغله زي كده، نشغله زي. يب، هذا هو التلفاز، يعني التلفاز ترسبينه، وهنا في انفل مرة صغير. هنا في اشياء وكأنك حاط هنا ايرون، هنا حاط ايش اسمه بوصلة ولوحة وهذا الشيء. اوكي، بس هذا كان الشرح. اتمنى عجبكم الشرح، اتمنى لا تنسوا لايك سبسكرايب بالكومنت. وبس، يعني شرح مرة بسيط وسهل وقصير على ما اعتقد. يعني ترسبين هذه المجسمات. هذه المجسمات مو كتير، يعني عجبتني. ان شاء الله راح اسوي حلقة ثانية ان شاء الله.
اسوي مجسمات تانية او اجيب مجسمات تانية واحطها هنا، مثلا 10 مجسمات او 20 مجسمة، على اساس انه يطلع المقطع شوي في فائدة وشي زي كده وطويل. وبس الحين اقول لكم هذا كان المقطع، لا تنسوا لايك سبسكرايب والكومنت، وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم.